المراوغه. بالتالي احمد عبد الظاهر كيسترجع الكره من جديد. الكره عند اللاعبين ديال الفريق الرجاء البيضاوي. هدف جميل ديال اللاعب رضا الرياحي، هدف جميل في الوقت اللي قلنا بان اللاعبين خصهم يوجدوا ثغرات في من الوصول لشباك عصام الحضري. تتمكن اللاعب رضا الرياحي باش ينفس هذا الجمهور الحاضر بملعب الابجيكو. اذا الدقيقه 40 كتعطي اول هدف في المقابله. هدف ديال رضا الرياحي كان خطا على مستوى المراقبه. لاحظوا رضا الرياحي بمفرده وبقدفه قويه ما ترك اي حد للحارس عصام الحضري، وكيتمكن من تسجيل هذا الهدف. هدف يزين ذهب وتحرك الجنبات ديال الجمهور الغفير. تشاهدوا صوره جيده ديال الجمهور هنا الغفير اللي تتبع هذه المقابله. اذا 1-0 لفائده فريق الرجاء البيضاوي. تلاحظوا كان تمويه جيد ديال خوباش في اتجاه رضا الرياحي اللي تمكن من تسجيل بطريقه جميله. دائما محاوله ديال الفريق الاهلي تتدخل حذاري حذاري حذاري، وركنيه لفائده فريق الاهلي، حيث ان الكل كان متخوف من الاداء ديال فريق الرجاء في هذا اللقاء اخر لقاء في الجوله السابعه من المجموعه الاولى لكاس عصبه ابطال افريقيا. لكن تيجي رضا الرياحي وتنفس كما يقال هذا الجمهور الحاضر بهدف جميل في شباك عصام الحضري. ضربه ركنيه تنفذ، تدخل رضوان، وركنيه اخرى ركنيه رقم 7 في الشوط الاول لفائده فريق الاهلي. سيد عبد الحفيظ هو اللي غادي ينفذ ضربه جزاء او عفوا ضربه زاويه. لاحظوا اندفاع قوي ديال اللاعبين المصريين. هذه خشبه محمد فاروق، ركنيه الثامنه لفائده الاهلي، وتشجيعات متواصله من انصار فريق الرجاء. ركنيه تنفذ، حسام حسن باليد ديالو، وهدف تعادل. هدف التعادل اللي تسجله هو اللاعب محمد فاروق لاعب المنتخب الاولمبي المصري. كان هناك اختلاط امام المرمى. يعني الكره ضربت في اللاعب محمد فاروق ومشات للشباك ديال الحارس مصطفى الشاذلي. تلعبوا فقط الوقت بدل الضائع. اذا النتيجه الان تغيرت، هدف واحد في كل شبكه. لاحظنا انه منذ تسجيل الهدف